عادة ما نسمع عن اعتقال ناشطين أو مطالبين بحقوق الإنسان، لكن المعتقل في الجزائر هذه المرة مختلف. المعتقل ديك أو سردوك مثل ما يطلق عليه باللهجة المحلية. مسرح الحدث أحد أحياء العاصمة الجزائرية، وسبب مصادرة الديك أنه يزعج بصياحه دبلوماسية إيطالية، فما كان من الشرطة إلا أن اعتقلته. القصة أتت على لسان صاحب الديك الذي قال في فيديو متداول إن الشرطة صادرت ديكه وتحسر عليه، مشيرا إلى أنه ترك وراءه دجاجة و7 سيصان. علاش قال الشردوك؟ باش كان انا مربي واحد الشردوك ثما بيفو جاو ليا بلان قالوا الشردوك تاعو راه يديرانجينا. اما انا جاو ليا 5 بوليسيه للدار قالوا لي الحاج وانت مول الشردوك؟ قلت له نعم. قال لي وراه الشردوك؟ قلت له هنا الجنان. قال لي نقدروا نجيو نحكموا باش كان عندنا عطاونا امر باللي لازم الشردوك نحبكوه لكم مجاريه. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت تضامنا مع الديك الأسير مطالبة بإطلاق سراحه، وتفاعل المغردون بشكل كبير مع الخبر بين متهكم ومستغرب من القصة. فكتب حمزة: أكثر عبارة تتردد الآن في فيسبوك الجزائر هي الحرية للسردوك، فعلا الصياح فجرا ليس جريمة. وقال أحمد: نعلن تضامننا مع الديك ونطالب بحقه في حرية التعبير. الدبلوماسية الإيطالية مطالبة بمراجعة موقفها من حرية الديك. من جهته قال هذا المغرد متضامن مع السردوك: الحرية للسرديك لا للتدخل الأجنبي في سراديكنا، من يسردك لنا نسردك له. وقال أحمد: يجب أن تكون هناك ضوابط لتربية الحيوانات داخل الأحياء السكنية، المفروض يعاد الديك إلى صاحبه ويمنع من تربيته داخل الأحياء السكنية.